بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر محروس إمام، معلم أول ألف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. هناخد معاكم النهاردة درس جديد من دروس مادتنا الجميلة، وهو بعنوان الدرس الثاني في الوحدة الثالثة بعنوان الثروة الحيوانية والسمكية في بلدي. الثروة الحيوانية والسمكية يعني ايه؟ اول ما اقول لك العنوان ده ايه اللي جه في دماغ حضرتك؟ الحيوانات، الاغنام والابقار والجاموس والماعز والابل والحاجات دي كلها. السمكية الاسماك بس. يعني العنوان سهل وبسيط وجميل جدا جدا جدا. تمام. اول حاجة هنتكلم على الثروة الحيوانية. في البداية يا ولاد، المصري القديم كان بيعيش على الهضبة، وكان حياته زي ما خدنا قصة نشأة الحضارة، كان حياته التنقل وترحال لجمع الثمار وصيد الحيوانات. فكان في العصر الحجري القديم لما كان بيعيش على الهضبة ويتنقل من مكان إلى مكان، كان بيعمل إيه بقى؟ إيه علاقة الحتة دي بالحيوانات؟ كان يقوم بصيد الحيوانات. صيد إيه؟ صيد الحيوانات. لما كان بيعيش فين؟ فوق الهضاب. بيصطادها بهدف ايه؟ ياكل اللحوم بتاعتها ويلبس الجلود بتاعتها. يبقى تاني، لماذا كان المصري القديم يقوم بصيد الحيوانات عندما كان يعيش على الهضبة؟ لسببين: لأكل لحومها وارتداء جلودها. من أمثلة الحيوانات اللي كان بيعمل معاها كده هي الغزلان. هي مين؟ الغزلان. بعد كده بيقول لك لما نزل الى وادي النيل، عندما نزل المصري القديم الى وادي النيل، ده الكلام ده امتى يا مستر؟ في العصر الحجري الحديث. تعلم الزراعه وتعلم تربيه الحيوانات. في الاول كان بيصطادها، يصطادها وياكلها، لكن بعد كده بدا يربيها. ليه يربيها؟ ليه يا مستر؟ ربى ايه؟ ربى الاغنام وربى الابقار وربى الماعز، عشان يستفاد برضو من جلودها ومن لحومها، ده طبعا لما يذبح بعضها، ومن البانها وهي حيه. يبقى للاستفاده من لحومها والبانها وجلودها. الى اهم الحيوانات اللي كان بيربيها الابقار والاغنام والماعز. تمام. برضو استخدام المصري القديم الحيوانات في اعمال الزراعه. تمام. عندنا صور هنا على المعابد والمقابر. عندنا المعابد عفوا بتظهر لي المصري القديم وهو بيستخدم الحيوانات في اعمال الزراعه، اللي هو المحراث اللي خدناه في الدرس اللي فات، المحارث البرونزيه، برضو كوسيله للنقل زي الحمير. وده ما زال كل ده موجود لحد دلوقتي تقريبا. يعني احنا برضو بنربي الاغنام وبنربي الماعز وبنربي الابقار وبنستخدمها في اعمال الزراعه، وقلنا في المحراث اللي لسه موجود لحد دلوقتي، وبرضه بنستخدم الحمير في اعمال مين؟ النقل. المصريين القدماء كانوا مهتمين جدا جدا بالثروه الحيوانيه، والدليل على كده ان هم كانوا بارعين في مجال الطب البيطري. الطب البيطري اللي هو علاج الحيوانات. تمام. ووفروا للعلاج لمين؟ لبعض الحيوانات. يبقى تاني، برع المصريون في القدماء في مجال الطب البيطري، واهتموا بتوفير وسائل العلاج للحيوانات وحمايتها من مين؟ من الامراض. يبقى يقول لي دلل: اهتم المصريون القدماء بالثروه الحيوانيه من خلال توفير الطب من خلال الاهتمام بالطب البيطري وتوفير علاج لبعض الحيوانات من ايه؟ بعض الامراض، او للحيوانات من بعض الامراض. دلوقتي بقى حديثا ما زلنا برضو بنربي الابقار والاغنام والماعز. مين اكتر حيوان او ثروه او نوع من الثروه الحيوانيه بيربى في مصر؟ هي الابقار. احتلت المركز الاول في عدد الحيوانات التي تربى في مصر. يبقى مين اكتر حيوانات او اكتر حيوان بيربى في مصر؟ هي الابقار. تمام. من المركز الاول من حيث عدد الرؤوس طبقا لتعداد 2019. بعد كده عندي الاغنام في المركز الثاني. في المركز مين؟ الثاني. مين بقى اكتر محافظه بتربى فيها حيوانات؟ محافظه البحيره. محافظه مين؟ البحيره. تمام. طيب، بعد كده الى جانب الحيوانات عندنا في الفلاحين بنربي حيوانات وبنربي كمان ايه؟ الطيور. تلاقي الست اللي في البيت بتربي طيور بقى في سطح البيت والكلام ده. بتربي الطيور دي للاستفاده من لحومها وبيضها. درس سهل وجميل جدا جدا. طب ايه الطيور اللي بتربى عندنا؟ الوز والبط والدجاج والحمام. اهم البط والاوز والدجاج ومين؟ والحمام. برضو بنربي النحل اللي منتشر عندنا برضو كتير لحد دلوقتي في مصر. تمام. دور الدولة في تنمية الثروة الحيوانية. الدولة تعمل ايه بقى عشان تنمي الثروة الحيوانية وتكبرها؟ لان الثروة الحيوانية مهمة جدا وهنعرف اهميتها بعد شوية. تنميتها يعني تزودها، يعني تهتم بيها. اول حاجة تحسين سلالات الابقار والجاموس المحلية. يعني نحسن السلالة، نهتم بيها شوية، نوفر لها علاج ونوفر لها اكل، نخليها كويسة. يبقى تحسين سلالات الابقار والجاموس المحليه، يعني اللي موجوده داخل مصر. 2، الاعتماد على السلالات التي تعطي كميات كبيره من الالبان واللحوم.
الاعتماد على السلالات المتخصصه في انتاج كميات كبيره من الالبان واللحوم. في انواع من الابقار او من الجاموس تديني كميه لحم اكتر او كميه البان اكتر، ودي بتلاقيها في الدول اللي بره، نحاول نعتمد عليها، نحاول نستوردها ونربيها عندنا. يبقى تحسين سلالات الجاموس والابقار المحليه، الاعتماد على السلالات التي تعطي كميات كبيره من الالبان واللحوم. تحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني نحقق الاكتفاء الذاتي ان احنا نكفي نفسنا بنفسنا، ان احنا ما نستوردش من بره، لان الاستيراد من بره بيكلفنا كتير. فاحنا لما نهتم بالثروه الحيوانيه بتاعتنا مش هنحتاج لحد ان شاء الله. كلمه تحقيق الاكتفاء الذاتي اعرف اللفظ ده، انك تكفي نفسك بنفسك. تمام. اخر حاجه رفع مستوى معيشه المزارعين، صغار المربين والمزارعين، الناس الفلاحين الغلابه اللي هم ما بيربوش المزارع الكبيره، نرفع مستواهم ازاي؟ نوفر لهم بعض الاعلاف، نوفر لهم بعض الادويه، نهتم بيهم، نخلي الدكاتره البيطريين يروحوا لهم مثلا اللي يكشفوا على الحيوانات بتاعتهم مثلا بصوره رمزيه او ببلاش او الكلام ده. كل ده برفع مستواه، اهتم بيه، اخليه يهتم بالثروه الحيوانيه اللي عنده. يبقى ده الدليل على اهتمام الدوله بتنميه الثروه الحيوانيه. تحسين سلالات الابقار والجاموس المحليه، الاعتماد على السلالات التي تعطي كميات كبيره من اللحوم والالبان، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تحسين مستوى صغار المزارعين والمربيين. الدولة عملت مشروع كبير جدا 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 في محافظتين. المشروع ده اسمه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل. زي مزرعة كبيرة، مجمع كبير بيضم مجموعة مزارع للإنتاج الحيواني والألبان، وده موجود في محافظتين، في المنوفية والفيوم. المنوفية والفيوم. يبقى إيه هو المشروع اللي عملته الدولة عشان تنمي وتكبر الثروة الحيوانية؟ اسمه كده مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل. تمام. بعد كده عندنا الثروه السمكيه. خلصنا الثروه الحيوانيه والطيور واهتمام الدوله بالثروه الحيوانيه، هندخل على الثروه السمكيه، الاسماك. قديما المصري القديم في بدايه حياته كان بيصطاد من النيل. اصطاد من النيل يا مستر؟ اصطاد البلطي، واصطاد قشر البياض، واصطاد القرموط. كل دي اسماك ما عارفينها، موجوده لحد دلوقتي. ايه الادوات اللي استخدمها في الصيد؟ الشبكه او الرمح او السناره او الخطاطيف المصنوعه من المعادن او البرونز او النحاس. خطاف كده عباره عن خشبه كده فيها زي حاجات خطاف متنيه كده، ويجرها في الميه ويخطف بيها السمكه كده. يبقى ايه الادوات اللي استخدمها المصري القديم في الصيد؟ الشباك والسنانير والخطاطيف والرماح. كان يتم تناول الاسماك طازجه زي ما بنجيبها احنا بنشويها عادي جدا، او مملحه او مدخنه، اللي هو الرنجه والفسيخ والحاجات اللي انتوا عارفينها. حديثا بقى بلغ انتاج مصر من الاسماك 2 مليون طن عام 2019. مصر هي اولى دول افريقيا في انتاج الاسماك، ورقم كام على العالم؟ رقم 6 على العالم، سادس دولة على مين؟ على العالم. انتاج مصر يا اولاد، الاسماك بتصطاد منين؟ من مياه مالحه ومياه عذبه. المياه المالحه البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحيرات المالحه اللي هي البردويل والمنزله والبرولوس وإتكو ومريوط. تمام؟ البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبه، والبحر المتوسط والبحيرات المالحه. أو من خلال المياه العذبة، نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، من خلال بحيرة ناصر، من خلال الترع. تمام؟ تالت حاجة بقى بنجيب منها الأسماك بقى هي المزارع السمكية. المزارع مين؟ السمكية، اللي هي أحواض كبيرة كده بنربي فيها الأسماك، بنجيب فيها السمك الصغير ونخليه يعيش فيها ونديله أكل. نديله أكل. تمام؟ طيب إنتاج مصر كام قد ايه من المزارع السمكيه وقد ايه من المصايد الطبيعيه؟ المصايد الطبيعيه المياه المالحه والعذبه. 80% من انتاج مصر من الاسماك من المزارع السمكيه، و20% من المصايد الطبيعيه اللي هي المياه المالحه والمياه العذبه. ياتي 80% من انتاج مصر من المزارع السمكيه. تمام؟ و20% من المصايد الطبيعيه اللي هي البحيرات والبحر الاحمر المتوسط ونهر النيل بفرعيه والترع. مين اكتر محافظه بتنتج اسماك؟ محافظه كفر الشيخ. افتكر معايا، اكتر محافظه بتربي ثروه حيوانيه كانت البحيره، انما اكتر محافظه بتربي اسماك او بتنتج اسماك محافظه مين؟ كفر الشيخ. تمام؟ بلغ انتاجها 42% من اجمالي انتاج مصر. هنا جايب لك دي صوره للمزارع السمكيه، هي عباره عن احواض كده والسمك جواها وبنديله اكل. احنا بنديله اكل فيكبر بسرعه، عشان كده نسبه كبيره جدا من انتاجنا اللي هو 80% من المزارع السمكيه. تمام؟ بعد كده عندنا اهم المصايد زي ما قلتهم لك. تتنوع المصايد، دلل في مصايد عذبه ومصايد مالحه ومزارع سمكيه. 3 انواع من المصايد: 1 2
3. المصايد العذبة: نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر والترع. مصايد مالحة: البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المالحة أهم اللي على الخريطة دي: بحيرة البردويل في شمال سيناء، وبحيرة المنزلة ناحية بورسعيد، وبحيرة البرولوس شمال الدلتا، وبعد كده بحيرة إيدكو ومريوط ناحية اسكندرية كده. تمام كده؟ بعد كده مزارع سمكية: عندنا مشروعين كبار جدا جدا للمزارع السمكية في مصر. واحد عملناه في محافظة بورسعيد، والتاني عملناه في محافظة كفر الشيخ. اللي في محافظة بورسعيد اسمه مشروع الفيروز. مشروع مين؟ الفيروز. اما المشروع المزارع السمكية الكبير اللي مشروع في معمول في كفر الشيخ، بركة غليون. بركة ايه؟ غليون. تمام؟ اهو دور الدولة بقى في تنمية الثروة السمكية: تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لزيادة الثروة السمكية. بتعمل ايه الدولة عشان تزود الثروة السمكية؟ مشروع الفيروز في بورسعيد، وبركة غليون في محافظة ايه؟ كفر الشيخ. تمام؟ بعد كده عندنا أهمية الثروة الحيوانية والسمكية. بتعمل ايه؟ ايه فايدة الثروة الحيوانية والسمكية؟ سؤال تجاوبه من غير ما تبص في الدرس ولا من غير ما اشرحه لك. توفير الغذاء، توفير اللحوم، توفير الغذاء البروتيني للسكان، صح ولا لا؟ اهو توفير احتياجات السكان من الغذاء وبخاصة الغذاء البروتيني الحيواني. توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي. بص يا اولاد، الزراعة والصناعة والتجارة والصيد وكل حاجة بيتوفر فرص عمل وتزود الدخل القومي. تقوم عليه العديد من الصناعات الخاصة بها زي الصناعات الجلدية زي الجزم والشنط والحاجات دي كلها. صناعة الاسماك المحفوظة. الاسماك مين؟ المحفوظة. منتجات الالبان، الثروة الحيوانية. يبقى تاني أهمية الثروة الحيوانية: 1. توفير الغذاء للسكان خاصة الغذاء البروتيني. توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي. تقوم عليها بعض الصناعات زي الصناعات الجلدية والألبان والأسماك مين؟ المحفوظة، اللي هو السلمون والتونة والحاجات دي كلها. بعد كده آخر حاجة عندنا نص إسرائي كده مهم نقوله مع بعضنا: أثر التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية. التغيرات المناخية: تغير المناخ اللي هو تغير الأحوال المناخية عن المعتاد، حر جدا في الصيف أكتر من اللازم، أو برد جدا في الشتاء أكتر من اللازم، أو سقوط الثلج، أو الكلام ده كله. كل ده الغير طبيعي بيؤثر على الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الداجنة أو الدواجن بالسلب. بيؤدي إلى إيه؟ تغير في درجة حرارة الجو، بيؤدي إلى إيه؟ نقص المياه والجفاف ونقص المحاصيل او المساحات المزروعه. كل ده بسبب تغير المناخ. بيؤدي لانتشار بعض الامراض بين الحيوانات. يبقى تاني، تغير المناخ دلل التغير المناخي له اثار سلبيه على الثروه الحيوانيه. تمام؟ هنقول له يؤدي الى تغير درجات الحراره، نقص المياه والجفاف ونقص المساحات المزروعه، اخر حاجه انتشار الامراض بين الحيوانات. عشان كده في منظمه دوليه خاصه بالثروه الحيوانيه وبالزراعه اسمها الفاو. فاكرين اليونسكو اللي خدناها في سنه رابعه؟ دي بتهتم بالتربيه والثقافه والعلوم. اما الامم المتحده في منظمه تانية خاصه بالزراعه وبالثروه الحيوانيه اسمها الفاو. بتعمل ايه منظمه الفاو؟ بتدعو كل الفلاحين او كل المزارعين او كل مربيين الحيوانات في جميع انحاء العالم الى محاوله تحسين الثروه الحيوانيه، ومحاوله يعني انها تعود او تخلي الحيوانات تتكيف مع الظروف البيئيه المختلفه. خلاص التغير المناخي اصبح للاسف واقع ملموس، فلازم نوجد له حلول. تمام؟ ونحاول نتكيف معاه. يبقى تعمل منظمه الاغذيه والزراعه الفاو على توعيه دول العالم بضروره تحسين صحه الحيوانات، نخلي الحيوانات صحتها ايه؟ كويسه، لتصبح قادره على التكيف مع التغيرات المناخيه وتحقيق الامن الغذائي. قلنا الامن الغذائي ان انا يبقى عندي اكل وشرب مطمن، مش خايف من اي حاجه. تمام؟ وبكده انتهى الدرس بتاعنا، درس جميل ولذيذ وبسيط. اتكلمنا فيه عن الحيوانات عند المصري القديم، كان بيربيها في الاول، كان بيصطادها، وبعد كده لما نزل للوادي بدا يربيها واستخدمها في ايه، وايه انواع الحيوانات اللي رباها. وبعد كده اتكلمنا حديثا انواع الحيوانات اللي بنربيها، ومين في المركز الاول ومين في المركز الثاني. وبعد كده اتكلمنا على الثروه الداجنه، وبعد كده الثروه السمكيه والمزارع والمصايد والاسماك والحاجات دي كلها، ودور الدوله في تنميه الثروه الحيوانيه والسمكيه. واخر حاجه ايه؟ اللي هو المشروعات اللي بتعملها الدوله واهميه الثروه الحيوانيه. درس جميل ولذيذ ما فيهوش اي حاجه صعبه. تمام؟ فيا ريت كده بسرعه حاول تذاكروا كويس جدا، لان الوقت خلاص قربنا على نهايه المنهج والامتحانات. ولو في اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات. وشكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.